خير عليكم. معاكم طارق مهدي. انا النهارده جاي اتكلم معاكم على السكسسفul مانجر، ازاي تكون مدير ناجح في مجال الريل استيت. اول حاجه انا ببدا انصح بيها عشان تحقق انك تبقى سكسسفul مانجر، تبقى من التوب مانجر، تبقى نمبر 1 في الشركه بتاعتك. لازم اول حاجه تركز فيها ان انت يكون عندك ادد فاليو للتيم بتاعك، لازم يكون في انت فاليو بتقدمها للتيم بتاعك. تاني حاجة، انت بتعتبر التيم بتاعك ان هو التيم بتاعك ده هو الكلاينت بتاعك، هو العميل بتاعك، فانت بتعاملهم ان هم دول العملاء بتوعك، فبتقدم لهم تريننج. التريننج ده بتقدم فيه تكنيكال انفو. لازم يكون السيلز تيم اللي بيشتغل معاك لما هيرجع لك في اي سؤال تكنيكال عن مطور، عن سي في، عن مشروع، عن ديستنيشن، لازم انت تكون ملم بكل المعلومات دي عشان دايما يكون اجابه السؤال لاي ايجنت او اي سيلز شغال في التيم بتاعك او شغال معاك في التيم بتاعك، تكون عندك انت بس هو اللي بيوجد كل الاسئله، كل الاجوبه بتاعت الاسئله اللي بيسالها لك. طبعا التريننج اللي انت بتعمله ده بيكون زي بيز هو بيبدا بيه المشوار بتاعه او بيبدا بيه الكارير بتاعه، فبيقدر يحس بالفاليو اللي انت بتقدمها له من التريننج دي، ان ساعدته ان حتى بدايته او نقطه انطلاقه هي نقطه قويه جدا. طبعا من الحاجات طبعا المهم انك بعد ما تعمل التريننج وتبدا الشغل مع التيم بتاعك، ان دايما تبقى انت بتحدد KPIs اللي هي Key Performance Indicator للتيم بتاعك، نقط معينة انت بتحددها لكل فرد من التيم، اللي بيها بتقدر تقيم اداء السيلز ده هو ضعيف ولا قوي ولا ممتاز. والكي بي ايز اللي انت بتحطها دي مثلا زي عدد ميتنجز، عدد كولز، الليدز اللي بتجيله مثلا بيتعامل معاها ازاي، فبتقدر من خلال النقط دي تبدا تحدد ايه نقط ضعف السيلز ده وايه نقط القوه. وطبعا انت لما بتعمل 1 تو 1 ميتنج مع التيم بتاعك سواء شهري او اسبوعي، بتبدا ان انت تشوف الاداء بتاعه عامل ازاي وتحدد نقط الضعف، واللي بيها بتبدا تنصحه ان ازاي يتقدم فيها. يعني يمكن من دايما من الاسئله اللي انا بسالها للمديرين اللي اشتغلوا معايا، لو انت عندك النهارده ميتنج مع 2 سيلز في نفس الوقت وهم محتاجينك او هم سالوك لو سمحت انزل معانا الميتنج ده، احنا محتاجينك تنزل معانا تدينا سبورت، انت هتنزل مع اي واحد فيهم. طبعا الاجابات بتبقى كلها على حسب الميتنج، على حسب الكلاينت، وانا مش بسبورت الاتجاه ده. انا دايما بسبورت ان انت لو عامل كي بي ايز ومحدد الكلوزنج ريت بتاع السيلز اللي معاك، هو بينزل 2 3 ميتنج بيقفل ديل او 2 او 3، ولا بينزل 2 3 ميتنج ما بيقفلش معاهم، ما بيقفلش ولا ديل منهم. فبتبقى بالنسبه لك انت كمدير، لو انت قادر توصل للعمق ده او للكي بي اي دي وشايف النقطه دي، فساعتها هتحدد انك هتنزل مع السيلز اللي بينزل ميتنج واثنين وثلاثه وما بيقفلش، لان هنا الجاب اللي عنده انت كمدير بتديله سبورت وبتقدر انك تنزل تساعده في انه يقفل الديل ده. فالوان تو وان ميتنج من الحاجات المهمه جدا جدا انت كمدير ان انت تديها او تعملها مع التيم بتاعك بشكل دوري، سواء شهري او اسبوعي مع التيم بتاعك. الحاجه الاخيره انا بتكلم فيها او الحاجه المهمه برضو، ان تدي للتيم بتاعك احساس الفاميلي بوند. مش شرط ان احنا بنشتغل مع بعض ان انا ما اسمعش مشكله شخصيه عندك او مشكله بره الشغل انت محتاج مني كمدير عنده خبره في الدنيا اكتر ان هو يديك رايه او يديك النصيحه بتاعته. مش شرط ان يبقى دايما احنا بنتجمع في الشغل وبنشتغل وبعد كده كل واحد بيروح لبيته، لا، ممكن ننزل في يوم نفطر مع بعض، نتغدى مع بعض، ممكن نعمل تريب ويبقى فيه زي تيم بيلدينج ما بيننا وبين بعض. فالحاجات دي دايما بترفلكت باك على التيم بسبيريت عاليه قوي. النقطة برضو المهمة جدا ان انت تبقى دايما بتدي مرونة شوية او فليكسابيليتي شوية مع التيم بتاعك، وما يبقاش التيم كله بيتعامل زي بعضه. في ناس بتحب الفولو اب جامد، في ناس بتحب السبيس. انت كمدير لازم تبقى شايف الفروقات في التيم بتاعك وتبدأ تتعامل مع كل واحد غير التاني على حسب شخصيته وعلى حسب هو محتاج منك ايه. في الاخر انت لازم تحقق اتموسفير او تحقق انفايرمنت للتيم بتاعك ان هو يبقى بيدي للشغل او بيدي سبورت للشغل او بيدي الماكسيمم بتاعه، مش عشان هو مضغوط، عشان هو حابب وشايف ان الماكسيمم اللي بيديه ده في مدير بياخده بيعظمه وبيكبره وبيعمله ابجريد في الكارير بتاعه، وان السبورت بتاع المدير بتاعه ده بيحقق له ارقام اكبر او بيحقق له عدد نجاح او بيحقق له تكنيكال انفو اكتر، فيلاقي ان بيحصل له ابجريد في الكارير بتاعه بسبب المدير اللي بيعمل معاه الحاجات دي كلها. لو في اي اسئله او اي تعليقات احب استقبلها منكم في نهايه الفيديو.